زملكاوي جميل يا زمالك يا مدرسة لعب وفن وهندسة. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم جماهير نادي الزمالك، فيديو جديد على قناتكم قناة الكرة الزمالك. معكم سامح حسن، ورجعنا لكم بحلقة نار من قلب نادي الزمالك، واول تدريب رسمي تحت قيادة المدير الفني الجديد يانيك فيريرا. النهارده هنكشف تفاصيل اللي حصل فيه المران، مين حضر، ايه التعليمات، واول قرارات فيريرا مع اللعيبة. فيديو مهم، ركز معايا للاخر. البداية والتجمع. البداية كانت الساعة 6:30 على ملعب الكلية الحربية. فيريرا أول حاجة عملها إنه جمع اللعيبة كلهم في دايرة صغيرة، وعمل معاهم اجتماع حوالي 20 دقيقة. قال لهم مفيش مجاملات، الشاطر اللي هيلعب، وهنرجع الزمالك لأحسن مستوى. بالنسبة للجهاز المعاون، المران حضر فيه جون إدوارد مدير النشاط الرياضي، وعبد الناصر محمد مدير الكرة، وعملوا اجتماع مع اللاعبين بعدها للتأكيد على القواعد اللي هيمشوا عليها طوال الموسم. بعدها دخلوا على تدريبات بدنية قوية، جري حوالين الملعب حوالي 10 دقايق، وتمارين إحماء قوية، وده لأن فيريرا مؤمن إن الفريق مش هيقدر يضغط ولا يلعب 90 دقيقة كاملة إلا بجاهزية بدنية عالية. وبدأوا تقسيمة جري بالكرة وتحركات بدون كرة. في نفس الوقت حراس المرمى اتجهوا مع مدربهم ملازيتش، وتمارين سريعة على ردة الفعل والمرونة. عوضوا صبحي والشناوي كلهم كانوا متواجدين. نظام انضباط جديد. فيريرا أعلن بشكل واضح إن هيكون في لائحة جديدة فيها مكافآت ضخمة للمجتهد، وخصومات وعقوبات للي يتأخر أو يغيب. عايز نظام صارم ومنضبط عشان الفريق ينجح. فيريرا وطريقة اللعب والفكر. الراجل واضح إنه ناوي يبدأ بضغط عالي واستغلال الأطراف بشكل سريع مع ارتداد دفاعي منظم، وهنشوف تدريباته التكتيكية في الأيام اللي جاية من خلال المعسكر. رد فعل اللاعبين. اللاعيبة كانوا متحمسين جدا، خاصة مع النظام الجديد والانضباط، وناس كتير قالوا أخيرا مدرب مش بيجامل، وده اللي الجمهور كله منتظره. وده يا جماعة كان ملخص سريع لتدريبات الزمالك النهاردة، أول يوم في التدريبات تحت قيادة المدير الفني يانيك فيريرا. أشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.